سعيدون جدا بوجود سعادة أستاذ يوسف عنان معاون وزير التربية السورية للشؤون التربوية في منتدى الرابع للتربية في كردستان. أهلا بكم في منتدى الرابع للتربية في كردستان. أهلا وسهلا بكم، شكرا للاستضافة. كيف تجدون أجواء المنتدى اليوم، وما أبرز ما استوقفكم في هذه الدورة؟ بداية نتمنى التوفيق للعراق ككل والإقليم كردستان بشكل خاص، وهذا المنتدى هو مساحة للحوار وللاستماع إلى التجارب التربوية الموجودة في المنطقة. وسمعنا أشياء مبشرة عن واقع التعليم في الإقليم، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب في التجربة السورية، وهذا شيء إيجابي جدا. أكثر ما استوقفني اليوم هو كان يوجد جلسة عن مقاييس الجودة وتقديم الجودة في التعليم وفي تقييم المدارس، كذلك واقع التعليم المهني وكيفية الاستفادة منه من خلال دراسة الواقع وتحليله، ومن ثم افتتاح الأفرع المهنية المناسبة للواقع الحالي الآن. قصدك دراسة السوق صحيح، أهم شيء لكي نبني عليه احتياجات السوق، صحيح، وفق احتياجات السوق. احتياجات السوق. سألتكم إلى أي مدى تسهم هذه اللقاءات الإقليمية في تطوير وتحديث المنظومة التعليمية والعلاقة بين العلاقة الإقليمية بين الإقليم وبين سوريا وبين العراق وبين سوريا؟ هو عملية إيجابية جدا، يمكن من خلالها الاستماع إلى كافة التجارب الموجودة. يمكنكم الاستماع للتجارب السورية ونحن نستمع إلى التجارب الموجودة في الإقليم، إلى التجارب الموجودة في الأردن، في الدول الأخرى. من خلال هذه التجارب يمكن أن نبني أو نطور التجارب الحالية الموجودة لدينا. فهو مساحة حرة لالتقاء الخبرات والتجارب. من ناحية السوق والتجارة، سوريا كان له دور كبير في الماضي، آه، بإنشاء معامل وتصدير مواد، خصوصا القطن، لأن القطن السوري كان قطنا مشهورا. نعم. ففي يومنا حاليا في إقليم كردستان وفي العراق يمكن أن هذه التجارة ليس بهذه الحد، فهل تستطيعون أن تنقلون هذه التجربة من سوريا إلى العراق؟ نحن جاهزون للتعاون بكافة المجالات التربوية وبكافة الاختصاصات الموجودة لدينا. يوجد لدينا في سوريا أكثر من 20 اختصاص في التعليم المهني. الحرب السورية وامتدادها لأكثر من عقد زاد من سوء الأوضاع في سوريا، ولكن ما نزال متماسكين ونعمل بعد التحرير على إعادة القوة للتعليم المهني. وحاليا في هذا العام إن شاء الله سوف نستحدث مسار مهني جديد قريبا في العام الدراسي الحالي، يسهم في رفد السوق وفي رفد الاحتياجات المهنية بخبراء فنيين إن شاء الله. ونحن جاهزون طبعا للتعاون بكافة المجالات التربوية في هذا المجال. شكرا. لن أخذ من وقت ساعتكم أكثر، وهذا يؤديني إلى السؤال الأخير، وهو ما هي الرسالة الأهم التي تحملونها معكم اليوم من هذا المنتدى؟ الرسالة الأهم للمنطقة ولشعوب المنطقة هو من خلال العلم يمكن أن نصل إلى شيء مشترك إيجابي. فمن خلال العلم يمكن أن أستمع إليك وتستمع إلي، ممكن أن أخذ الأفكار الإيجابية الموجودة لديك وأنت أيضا تأخذ الأفكار الإيجابية الموجودة لدي، ونحن في مجتمع واحد يجمعنا تاريخ مشترك، تجمعنا أرض واحدة، فجميعنا من بيئة واحدة في منطقة واحدة. يمكن أن نتعاون سوية من أجل بناء مجتمع متماسك، بناء يحتذي العلم، ومن خلال العلم فقط يمكن أن يكون العيش المشترك بين الجميع في المنطقة. هذا يأخذني إلى الكلام الذي قرأته، يقول إن ما يفعله فوهة القلم لا يستطيع أن يفعله فوهة السلاح. صحيح. إن الذي في الماضي كان هناك أفكار إنه يستعمل السلاح، ولكن أنا جزيل الشكر في هذه الوقت إن فوهة القلم سيطر على فوهة السلاح. صحيح، إن أقوى سلاح هو القلم،
ومن خلال القلم يمكن أن نستعيد دور أجدادنا الكلدانيين والآشوريين والسومريين من سكنوا في هذه المنطقة وبنوا ونشروا العلم في فترة زمنية طويلة. إن شاء الله نرجع إلى ذلك إن الزمن. شاء الله. إن شاء شكرا الله. لوجودكم وحضوركم في هذه المنتدى أهلا في وسهلا كردستان. بكم. أهلا وسهلا بكم. نتمنى لكردستان ولشعب العراق التوفيق والسداد دائما، وإن شاء الله يعود إلى دوره الريادي القديم. فبلاد الرافدين هي بلاد الحضارات، ومنها انطلقت الحضارة الأساسية في العالم وكذلك الكشوفات، وهذا كله بفضل العلم. كان لي شرف استضافتكم في تلفزيون كردستان، تلفزيون هولير تابع لوزارة التربية. شكرا لحضوركم. أتمنى لكم التوفيق. أهلا وسهلا بكم. شكرا. أهلا فيكم.